السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا ملاح. معكم ام سيلين من قناه يومياتي. الا كان اول مره تشوفوا قناتي ما تنساوش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس هكا باه يوصلكم كل جديد. اليوم جبت لكم وصفه مليحه بزاف لانعاش البشره في شهر رمضان. كيما على بالكم باللي ما نديروش مكياج في هذا الشهر الكريم، ونحتاجوا البشره نتاعنا تكون صافيه ومشرقه. ان شاء الله راح نقول لكم على هذه الوصفه. هذه الوصفة تفتح وتبيض البشرة وتنحي منها الزيوت الزائدة في فصل الصيف. بسم الله نبداو مقادير هذه الوصفة. نحتاجو في هذه الوصفة 3 مغارف فرينة. نحتاجو ثاني عصير الخيار. لهنا تحكموا الخيار تغسلوه تقطعوه تلوحوه في الميكسور ومن بعد تصفيوه. كما تقدروا ثاني تبشروه وتصفيوه ديريكتومون. تتحصلوا على هذا الخليط نعطيكم تشوفوه بليتو العصير. تحصلوا على هذا العصير. الان نبداو ديريكتومون في الوصفه تاعنا. نحكموا 3 مغارف فرينه، نزيدوا لهم عصير الخيار، نزيدوا بشويه باش ما يجيناش جاري باسكو لازم لنا يكون شغل اون كريم. نبداو نحركوا ونشوفوا بالعين الخليط تاعنا. نزيدو شويه جاني داير، نزيدو ونحركو حتى نتحصلوا على خليط متجانس يجينا كوم اون كريم باش نقدروا نابليكيوه على الوجه تاعنا فاسيلمون. انا تحصلت على الخليط تاعي. هذا هو الخليط. حركوا مليح. كي نتحصلوا على الخليط تاعنا نروحوا نغسلوا البشره تاعنا بالماء والصابون ونابليكيو الخليط تاعنا. نخليوه على البشره تاعنا واحد من 15 ل 20 دقيقه ونغسلوه بعدها بماء دافي. انا نعطي لكم طريقه كيفاه نابليكيو. هكا هزوا بيديكم ديريكتومون وتابليكيو على البشره بحركات دائريه من التحت للفوق. ديروا ثاني تحت منطقه العينين، تحت العينين مباشره باسكو هذا ثاني ينحي كما نقولوا يخفف الاسودات تحت العينين. كما راكم تشوفوا تخليوه يشيح يا بخي تروحوا تغسلوه. انا دركا ما عنديش باش ندير، نحي ديريكتومون نمسحو قدامكم تشوفوا. نمسحو نمسحو هكا نمسحو مليح. نزيد نجيب لي كوطون نمسح هكا. ابخي نحكموا واحد اخر نزيدوا له ما ورد، نديروا فيه ما ورد. كما راكم تشوفوا ونمسحوا البشره تاعنا بيان كوم يلفو ونخليوه. هذه هي البشره تاعنا تتحصلوا عليها رطبه ناعمه فيها حيويه ونشاط. الان نقول لكم هذه هي الوصفه تاعنا بسيطه جدا، قلت لكم بمكونين ما فيهاش بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتكون عجبتكم، وما تنساوش ديروا لي لايك لا فيديو والاشتراك في القناه تاعي. وسلام الى الفيديو الجاي ان شاء الله.